السلام عليكم، ايه الاخبار يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحوش اولى ثانوي، ايه الاخبار لغايه دلوقتي؟ معانا النهارده حاجه جامده جدا جدا. النهارده الجزء الثاني في اساسيات اللغه الالمانيه للصف الاول الثانوي. اول حاجه هنبدا بيها باذن الله هنراجع مراجعه بسيطه خفيفه كده على الحاجات اللي اخدناها في الفيديو اللي فات. يلا بينا نبدا. Alltagssituationen. يعني ايه Alltagssituationen؟ يعني المواقف من الحياه اليوميه. وانا ماشي في الشارع، وانا موجود في البيت في اي مكان، ايه المواقف اللي انا بعدي بيها علشان استخدم فيها الحاجات اللي احنا اتعلمناها. طيب يلا نبدا علشان ما نعطلكمش. اول حاجه معانا du begrüßt deinen Freund am Abend. Was sagst du؟ انت بتحيي واحد صاحبك في المساء، هتقول له ايه؟ ومعانا الاختيارات، نبص كده على الاجابات ونشوف هنختار ايه افضل حاجه. تشوس دي اول حاجه، تشوس دي اخدناها قبل كده. تشوس اللي هي مع السلامه. جوت ناخت، جوت ناخت، افتكروا وراجعوا يا جماعه. جوت ناخت اللي هي تصبح على خير. جوتن ابند، جوتن ابند. ايه من الثلاثه دول ينفع يكون اجابه على الموقف ده؟ انت بتحيي زميلك في المساء، هتقول له تشوس؟ لا، تشوس دي مش تحيات، تشوس دي صيغ وداع. طيب جوت ناخت، جوت ناخت انت بتقول له تصبح على خير، مش في المساء خالص، ده بالليل خالص. جوتن ابند، جوتن ابند هي الاجابه الصح هنا. جوتن ابند، جوتن ابند اللي هي مساء الخير. ان مكتوب ابند، بالطبيعي كده يعني بالمنطق يعني هنقدر نختار الاجابه اللي فيها كلمات متشابهه. يبقى مش لازم نبقى حافظين او فاهمين الجمله كلها كامله، احنا نحاول نفهم السياق ماشي ازاي ونختار على اساسه. وزي ما اتعودنا نعمل الاستبعاد، اسلوب الاستبعاد زي ما عملنا. تشوس ما تنفعش فشطبنا عليها، جوت ناخت ما تنفعش فشطبنا عليها، فتبقى عندنا اخر اجابه اللي هي تنفع. يلا السؤال اللي بعده. Der Lehrer kommt am Morgen und begrüßt die Schüler. Er sagt يعني المدرس جه الصبح وبيحيي التلاميذ، بيقول ايه؟ عندنا ثلاث اختيارات. جوتن تاج، جوتن تاج اول اختيار. جوتن مورجن تاني اختيار. وبيس بالد، بيس بالد اللي هي اشوفك بعدين. جوتن تاج اللي هي زي نهارك سعيد. جوتن مورجن اللي هي صباح الخير. بالظبط كده. يبقى اول حاجه الاختيار الانسب هنا هيبقى جوتن مورجن، صباح الخير. واحد داخل الفصل الصبح هيقول ايه؟ صباح الخير، مش هيقول لكم نهاركم سعيد ولا هيقول لكم اشوفكم بعدين. يبقى جوتن مورجن، جوتن مورجن صباح الخير. السؤال اللي بعد كده دو جيس ناخ هاوزه. انت رايح البيت، خلاص خلصت مثلا الدروس بتاعتك، خلصت يومك الدراسي ومروح البيت، هتقول ايه؟ هلو، ازيكم؟ لا طبعا ما تنفعش. جروس ديش دي تحيه، انا بحييك، دي ما خدتوهاش مثلا في الفيديو اللي فات بس موجود معانا في الماتيريال. فهي جروس ديش ان انا بحييك، بقول لك ازيك عامل ايه. برضو هنا ما تنفعش. في عندنا او فيدازين، او فيدازين اللي احنا قلناها قبل كده، او فيدازين اللي هي مع السلامه اللي هي الصيغه الرسميه. او فيدازين هي الاختيار الانسب هنا فتكون الاجابه الصح او فيدازين. طيب بعد كده انتون زاك تشوس، انتون زاك تشوس. واحد صاحبك بيقول لك تشوس، هترد عليه بايه؟ بكل بساطه بس شبيتا، جوتن مورجن، ولا في الكومن؟ اكيد مش هينفع في الكومن، مش هتقول له يلا اهلا بيك، اوكي؟ مش هتقول له جوتن مورجن، مش هتقول له صباح الخير. انما ينفع تقول له بس شبيتا اللي هو اشوفك بعدين، بس شبيتا اللي هو اشوفك بعدين، اراك لاحقا. طيب انا جيت انس بيت، انا زاكت انا جيت انس بيت اللي هي خلاص انا رايح على السرير، رايح انام، هقول ايه؟ هي هتقول جوتي ناخت ولا جروس جوت ولا هلو؟ اكيد مش هلو، مش واحد وهو داخل رايح ينام هيقول هلو، مش هيقول ازيك، اكيد لا. جروس جوت حاجه كده زي السلام عليكم كده، جروس جوت دي حاجه زي السلام عليكم، برضو من ضمن صيغ التحيات دي بجروسونجن. جروس جوت برضو مش هتنفع. يبقى اتبقى معانا جوت ناخت، شطار جدا اللي جاوبوا صح، جوت ناخت اللي هي تصبح على خير. اخر حاجه معانا بقى دو بيست ام تليفون، ده اخر موقف معانا. دو بيست ام تليفون، تليفون طبيعي جدا، ده
نربط الكلمة دي بإجابة مهمة جدا اللي هي في الاختيارات معانا. طيب هنقول أو فيدازين، أو فيدازين اللي هي مع السلامة الصيغة الرسمية، ولا أو فيدا هيرن، ولا جوتن تاج. جوتن تاج ما تنفعش، احنا مش بنقول جوتن تاج وانا على التليفون. ليه؟ لان دي الحركه اللي بيتلعب بيها في السؤال، فنخلي بالنا اول ما يقول تليفون طبيعي نختار الاجابه اللي هي مناسبه مع التليفون اللي احنا حافظينها، او فيدا هيرن، او فيدا هيرن. هيرن هنا الفعل ده اللي هو يسمع، او فيدا هيرن، فطبيعي التليفون يسمع، نربط الاثنين ببعض، هي دي الاجابه الصح. او فيدا زين ما تنفعش في الحاله ديت، فنخلي بالنا نربط دايما كلمه تليفون في السؤال بتاع الزيتواتيونن بأوف فيدا هيرن. يلا بينا نكمل. Was passt hier nicht? Was passt hier nicht? ايه اللي مش مناسب؟ ايه اللي مش مناسب؟ يعني هيبقى معانا كذا كلمة، ايه اللي ما ينفعش تبقى من ضمن الكلمات دي هيت؟ يلا نشوف نفهم السؤال هنا ازاي. معانا جوتن مورجن، جوتن مورجن دي من التحيات. هالو من التحيات اللي هي ازيك برضو. تشوس اللي هي مع السلامة صيغ الوداع. فيلكومن اللي هي مرحبا من ضمن التحيات. يبقى كده عندنا دي بجروسونجن والابشيد. فاحنا كده مين اللي بجروسونج؟ جوتن مورجن، هالو، فيلكومن. ايه اللي مش مناسب؟ تشوس. تشوس هنا من الابشيد، يبقى هي الكلمة الوحيدة اللي مختلفة اللي ما تنفعش تبقى من ضمن التحيات. يبقى هو ده اللي بمعناه ايه اللي مش مناسب بين الاختيارات اللي موجودة. Was passt hier nicht؟ يبقى تشوس هنا من التحيات اللي هي ابشيده اللي هي صيغ الوداع، مش من التحيات، فهي الإجابة المفروض نختارها. طيب نكمل. جوته ناخت، جوته ناخت اللي هي تصبح على خير صيغ الوداع. تشوس مع السلامة صيغ الوداع. جروس ديش اللي هي ازيك او زي السلام عليكم او كده. جروس ديش اللي هي من صيغ التحيات. بيس بالد صيغ الوداع. يبقى هنا صح جدا جروس ديش اللي هي مش مناسبة مع باقي الكلمات، هي اللي مش هتبقى متوافقة مع باقي الكلمات. نكمل. جروس جوت السلام عليكم. هاي اللي هو هاي ازيك. جوته ناخت، جوته ناخت اللي هي تصبح على خير. جوتن مورجن اللي هي صباح الخير. جوتن مورجن صباح الخير من ضمن التحيات. هاي من ضمن التحيات. جروس جوت من ضمن التحيات. جوتة ناخت اللي مش من ضمن التحيات اللي هي من صيغ الوداع. اللي بعده فيلكومن، فيلكومن اللي هي ويلكم. او فيدازين، او فيدازين مع السلامة الصيغة الرسمية او فيدازين. بيس بالد اشوفك بعدين. تشوس مع السلامة. يبقى زي ما شفنا تشوس بيس بالد او فيدازين من التحيات، انما فيلكومن عيد تاني. يبقى زي ما شفنا تشوس اللي هي مع السلامة، بيس بالد اشوفك بعدين، او فيدازين مع السلامة، كلها من صيغ الوداع. الحاجة الوحيدة اللي ما تنفعش تبقى صيغة وداع اللي هي فيلكومن، فيلكومن اللي هي زي ويلكم بالانجلش مرحبا، دي من صيغ التحيات. اخر حاجة معانا هالو، جروس ديش. طبعا جروس ديش خلاص احنا عرفناها اللي هي من صيغ من التحيات برضو. هالو تحيات ازيك. جوتن ابند، جوتن ابند اللي هي مساء الخير. او فيدا هيرن لسه كنا واخدينها في السؤال اللي فات. او فيدا هيرن اللي انا بقول وانا على التليفون وعايز اقفل اقول مع السلامه، او الاو فيدا هيرن واروح قافل، دي من صيغ الوداع، صيغ الوداع. يبقى صيغ الوداع صيغه من صيغ الوداع هنا او فيدا هيرن، والباقي كله من التحيات، يبقى هنا او فيدا هيرن هي اللي ما تنفعش. وبكده نكون خلصنا مراجعه على اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت. يلا بينا نكمل حاجه جديده احنا ما خدناهاش من المره اللي فاتت، وهي الفوتشاتس. الفوتشاتس من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نركز فيها، الا وهي الكلمات. الكلمات بتاعه الدرس، لازم الكلمات بتاعه الدرس دهيت تتقري وتتحفظ علشان هنستخدمها طبعا في الاسئله والاجابات وكل حاجه. طب يلا بينا نشوف الكلمات اللي معانا النهارده ايه هي. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها ان في حاجه اسمها ادوات التعريف، اللي هي زي ما نقول بكده بالانجلش اللي هي ذا.
او الالف واللام في العربي. احنا عندنا في الالماني 3 حاجات: der die das. der للكلمات المذكر، دي للكلمات المؤنث، وداس للمحايد. يبقى der die das، der die das، دول ال3 ادوات اللي احنا محتاجين نعرفهم لغايه دلوقتي. der die das، der مذكر، دي مؤنث، das للمحايد. طيب شويه بقى عاملين لكم بقى مجمعين شويه كلمات للديا وللدي وللداس علشان بس لازم نربط الاداه بالكلمه بتاعتها، ومش بالكلمه بس، كمان بشكل الجمع. يعني ايه شكل الجمع يا هير؟ هقول لكم ازاي بمثال هنا. der Abschied الكلمه بتبقى كده der Abschied اللي هي الوداع، صيغه الوداع. der Abschied لما الكلمه دي عايز اقول اجمعها بيبقى ليها شكل، بيبقى فيه اضافه زي الديك، الاي دي اللي في النهايه، الاي ابشيد، مش بتبقى نهايتها دي، بتبقى نهايتها ايه، ابشيد المفرد، ابشيد الجمع. ابشيد المفرد، ابشيد الجمع. علشان كده بقول لازم نحفظ الكلمه بالاداه والجمع بتاعها، الاداه والجمع بتاعها. مثال تاني، ده ابند احنا عارفين اللي هو المساء. ابند زي جوتن ابند لما بقول واحد مساء الخير. ابند المساء، ده ابند. طب لو عايز اجمع الكلمه الجمع بتاعها شكله ايه؟ ابند ده ابند، دي ابند. دي طبعا الكلمه اللي هي الاداه بتاعه الجمع لكل الادوات، لكل الكلمات سواء مذكر مؤنث او محايد، بيتجمعوا بدي. يبقى المفرد der Abschied، الجمع دي Abschiede. ده مثال. طيب تاني، der Abend المفرد، الجمع بتاعها دي Abende. نكمل، der Morgen اللي هو الصباح، الصباح، وبتيجي طبعا معنى غدا، معنى غدا برضو. فمورجن زي جوتن مورجن صباح الخير، صباح الخير. يبقى der Morgen هنا هتلاحظوا لما تشوفوا كده في الكلمات مش كاتبين اي حروف هنا مثلا او حاجه زياده، معناها ان الكلمه دي مورجن هي نفس الشكل في المفرد، هو في الجمع. المفرد زي الجمع، der Morgen die Morgen، هي نفس الشكل كمفرد وجمع. هتلاقوا دايما حاطين كده ايه، شرطه، اللي هي زي كده شرطه، بمعنى ان ما فيش حروف زياده زي الايه هنا في اللي قبلها. طيب Name، der Name الجمع بتاعها die Namen. سوري هنا نسينا نكتب الان اهي. يبقى der Name die Namen. Familienname، der Familienname ده الاسم، العيلة يعني، نام يعني اسم، وفاميليا يعني عيلة، يبقى اسم العيلة. طيب عايز اجمع الكلمة يبقى Familiennamen. هي ان واحدة على فكرة، ان بس مش ان. هي الفكرة بس ان احنا هنا في ايه، فمش ينفع يبقى 2 ايه ورا بعض، هي بتبقى ان بس. ده خطأ بس مطبعي. Familienname، der Familienname، die Familiennamen. طيب Vorname، der Vorname اللي هو الاسم الأول. أنا اسمي عبد الموجود أنور، عبد الموجود mein Vorname اللي هو الاسم الأول. Familienname اللي هو الاسم العيلة، يبقى عبد الموجود mein Vorname، عبد الموجود Vorname، أنور Familienname. يبقى Vorname الاسم الأول، Familienname هو اسم العيلة أو الاسم الثاني زي ما بيقولوا عليه. Der Familienname die Familiennamen، der Vorname die Vornamen. برضه هي ان مش ان، انها بالفعل هنا في ايه زي اللي قبلها. طيب نكمل. Wohnort، der Wohnort اللي هو
مكان المعيشة، المسكن يعني. der Wohnort، der Wohnort، die Wohnorte، die Wohnorte، der Wohnort، die Wohnorte الجمع بتاعها. Kurs، der Kurs، der Kurs، die Kurse، der Kurs، die Kurse. كورس كورسات مفرد وجمع. Freund، der Freund صديق، der Freund صديق، die Freunde الأصدقاء، die Freunde الأصدقاء. Kollege زميل، Kollege زميل، زميل دراسة، زميل عمل، زميل فصل. Kollege دي der Kollege، دي Kollegin الجمع، دي Kollegin الجمع، der Kollege المفرد، دي Kollegin الجمع. Herr اللي هي السيد. دايما احنا طبعا لما بنتكلم بصيغه الصيغه الرسميه او صيغه لو اقول حضرتك بقول هير عبد الله فاروق مثلا. هير اسامه السيد، يبقى هير اللي هي السيد. der Herr die Herren، der Herr die Herren ده الجمع بتاعها بالاي ان. der Herr die Herren. der Tag اليوم، تاج يوم، der Tag die Tage، die Tage، der Tag die Tage، der Tag die Tage اليوم الأيام. Buchstabe اللي هو الحرف، der Buchstabe اللي هو الحرف. بوخ لما تقابلنا يا جماعة أي كلمة حاسين إن هي طويلة أو تقيلة في النطق، زي ما احنا تعودنا نقطع زي انشولديجونج. فاكرين عملنا ايه في انشولديجونج؟ قطعناها لمقاطع صوتيه علشان نسهل النطق على بعض. طيب بوخ شتاب، بوخشتاب ده بوخشتاب اللي هو الحرف، A B C D اسمها داس الفابيت. انما A لوحدها عايز اقول الحرف الA يبقى بوخشتاب A، بوخشتاب حرف. ده بوخشتاب، دي بوخشتاب. ده اللي هي الكلمات اللي الأداة بتاعتها دير مذكر، أداتها دير اللي هي الأداة المذكر. طب عندنا دي الأداة بتاعتها مؤنث. أول كلمة عندنا دي بجروسونج، اللي هي التحية. دي بجروسونجن التحيات، دي اللي احنا أخدناها التحيات. دي بجروسونج هلو هاي وهكذا. دي بجروسونجن التحيات. دي ناخت، جوتي ناخت، لو تفتكروا لو تصبح على خير، جوتي ناخت اللي هي اتمنى لك ليله سعيده. جوتي ناخت اللي هي ليله، جوتي ناخت هي اتمنى لك ليله سعيده. ناخت اللي هي ليله بقى، ناخت دي ناخت. طب الجمع بتاعها بقى دي نشت، ايه اللي انت بتقول ده يا هير؟ هقول لكم. زي ما قلنا ان شكل الكلمه في الجمع بيتغير، مثلا بنضيف ان او بنضيف بس زي هنا، او بنضيف ان بس زي هنا. في بعض بقى الكلمات اللي هي بتتغير بنضيف الاملاوت. لو تفتكروا الاملاوت بتاع الآ بقت والاو بقت هو برضو التغيير ده ساعات بيحصل لما بنجيب الجمع بتاع الكلمه. زي ناخت هنا هيبقى بعد الكومة على طول جايب لكم ان هنا في املاوت ومعاها املاوت يعني الكلمه هيبقى شكلها ازاي؟ نكتبها هنا اهو. ادي هيبقى عليها الاملاوت، هتبقى هتبقى بالشكل ده. نشت دي نشت اللي هي الليالي. اوكي، دي نخت دي نشت كده يبقى شكلها في الجمع. طيب اللي بعده هيركونفت اللي هو موطن، الاصل، المنشأ. دي هيركونفت المنشأ. الجمع بتاعها دي هيركونفت. الاو هنا هيبقى عليها الاملاوت ونضيف في نهاية الكلمة هيركونفت. ما تقلقوش، كده الحاجات دي كلها تبقى موجودة ان شاء الله في الملزمة، وهتبقى موجودة معاكم بحيث ان احنا نتدرب عليها كويس جدا. نكمل. fremde Sprache دي fremde Sprache اللي هي اللغة الأجنبية أو اللغة الغريبة، لغة أجنبية. fremde Sprache
يعني بالنسبه لنا احنا اللغه الام بتاعتنا اللي هي العربي، فالانجليش او الدويتش الالماني ده فريمد شبراخه بالنسبه لنا احنا. فريمد شبراخه دي فريمد شبراخه دي فريمد شبراخن. لغات فريمد شبراخه لغه اجنبيه. اللغات الاجنبيه دي فريمد شبراخن الجمع بتاعها. موترشبراخه لسه كنت بقول الموترشبراخه اللي هي اللغه الام. احنا اللغه الام بتاعتنا هي العربي، يبقى موترشبراخه دي موترشبراخن اللغه الام اللغات الام. موترشبراخه موترشبراخن اللي هي الجمع بتاعها. شبراخه اللي هي اللغه، ادي الكلمه لوحديها شبراخه لغه، دي شبراخه دي شبراخن اللغات. هاوبتشتات اللي هي العاصمه. انا عايز مثلا في دوله وليها مدينه العاصمه بتاعتها اسمها الهاوبتشتات، دي هاوبتشتات. زي مثلا مصر العاصمه القاهره، دي داسلاند اللي هي ايجيبتن، والهاوبتشتات بتاعتها اللي هي كايرو. هاوبتشتات اللي هي العاصمه، هاوبتشتته اللي هي الجامع بتاعها هاوبتشتته. احنا خلاص اتعلمنا لما بنلاقي النقطتين دول اللي هو يعني فيها املاوت بنحط النقطتين فوق الأ، شتات بقت شتته، هاوبتشتته. طبعا الحاجات دي هتتحفظ بشكلها كده، سواء بالأداة أو بالجمع بتاعها بيتحفظوا بالشكل كده. مع الاستخدام الموضوع هيبقى سهل جدا. ادي شتات لوحدها اللي هي مدينة، شتات اللي هي مدينة، دي شتات دي شتته، دي شتات دي شتته. دي فرويندن اللي هي الصديقة، دي فرويندن. الجمع بتاعها فرويندينن. ما تصعباش على نفسكم يا جماعة، الموضوع هيجي واحدة واحدة. فرويندينن بتبقى ان بعديها ان بعديها ايه بعديها ان. فرويندينن. انا عارف الموضوع صعب شوية، بس مع الوقت الموضوع هيجي واحدة واحدة. دي فرويندينن. كوليجن ده احنا لو نلاحظ هنا الشكل الجمع سوري الشكل اللي هو المذكر فرويند بقت فرويند اهي المذكر، فرويندن ده الشكل المؤنث بتاعها. كوليجا اللي هو الزميل، الزميله كوليجن والجمع بتاعها كوليجنن. دي فراو اللي هي السيده. احنا قلنا هنا في هير فلان، عايز اقول هير فلان. برضو بالنسبة للسيدات في فراو فلانة. اوكي، فراو دي فراو اللي هي السيدة او المرأة، فراون اللي هي السيدات الجمع بتاعها. ادرسه عنوان، ادرسه اللي هو عنوان، دي ادرسه العنوان، دي ادرسه الجمع، دي ادرسن بنضيف بس الان في النهاية. ايميل طبعا هيبقى في عندنا سؤال عن الايميل، ازاي نكتب ايميل. دي ايميل واضحه، هي نفس الانجليش. ايميلز الجمع بتاعها، دي ايميلز. الجمع والمفرد شبه بعض ما عدا ان احنا بنضيف الجمع لاس، دي ايميلز في الجمع. يبقى كده عندنا دي داس. الداس بقى اللي هي الاداه اللي هي المحايد. الاداه هي المحايد. ده ما نحاولش نربط يا جماعه الترجمه بالعربي، هي ملوش علاقه بالترجمه بالعربي اللي هو مذكر ومؤنث ومحايد، لا ما فيش الكلام ده كله. هو بس تركيبه الكلمات في الالماني بالشكل ده، ليها 3 اشكال. دير في 3 ادوات للتعريف، دي داس، فبيتحفظوا زي ما هم بالكلمات بتاعتهم. فداس زي داس لاند اللي هي البلد او الدوله، هايماتلاند البلد الام. انا موطني ايه؟ مثلا مصر، يبقى ماين هايماتلاند ايجيبتن، ماين هايماتلاند است ايجيبتن، هايماتلاند داس هايماتلاند. طب الجمع بتاعها بتبقى ليندا، ليندا، دي ليندا. احنا اتفقنا ان دي اللي هي الاداه بتاعت الجمع لكل باقي الادوات كلها، يبقى دي هايمات ليندا، das Heimatland دي Heimatländer. هوبي اللي هي هوايه، das Hobby.
دي هوبيز، دي هوبيز، هوبيز بتتكتب كده الاس، احنا كده شلنا الابسلون. هوبيز، هوبيز، دي هوبيز، داس هوبي، دي هوبيز. ممكن تلاقوا شكلها برضو هوبي ومعاها الاس كده في الاخر، ساعات برضو بتتكتب كده او دي، بس ده الشكل الاساسي بتاعها هوبيز. داس هوبي، دي هوبيز. هوتيل، داس هوتيل، داس هوتيل الفندق، داس هوتيل اللي هو فندق، داس هوتيل اللي هو فندق. دي هوتيلز بالاس، دي هوتيلز فنادق. البلد اهي لاند، لاند بلد او دوله، لاند، داس لاند، داس لاند دي ليندا، داس لاند، لاند. فوتو، فوتو صوره، داس فوتو، فوتو دي فوتوس. بيلد، بيلد، بيلد اللي هي صوره رسمه، بيلد، 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 داس بيلد دي بيلدا، داس بيلد دي بيلدا. جيشبريش، جيشبريش اللي هي محادثه، جيشبريش محادثه، ديالوج محادثه بين اثنين اسمها جيشبريش. دي جيشبريشه محادثات، دي جيشبريشه محادثات اللي هي الجمع. داس تليفون، داس تليفون اللي هو التليفون، الجهاز نفسه التليفون، تليفون، داس تليفون دي تليفونه، دي تليفونه، داس تليفون المفرد. بيلد، بيلد هنا متكرره، هي بيلد اللي هي صوره. ليد، داس ليد اللي هي اغنيه، داس ليد اللي هي اغنيه، دي ليدا اغاني، داس ليد اغنيه، دي ليدا اغاني. هاوس اخر حاجه، داس هاوس اللي هو منزل، داس هاوس اللي هو المنزل، دي هويزا اللي هي المنازل، دي هويزا اللي هي المنازل. طبعا كلمات كتير وفي كلمات تانية غير دي، بس احنا المفروض ان احنا نحفظ اول باول، لازم نكرر الفيديو اكتر من مره، نحفظ نطق الكلمات الصح علشان نعرف نكتب صح، وبالتالي ما نغلطش في الامتحان، وبالتالي هنقفل. يلا بينا نكمل. ايه معانا تاني غير الفورت شاتس؟ في عندنا افعال، شويه افعال هناخدهم مع بعض برضو من ضمن الفورت شاتس لازم نركز فيهم. فابن، فابن اللي هي افعال، افعال لازم نحفظها نبقى عارفينها معناها ايه، وعلشان نبقى عارفين شكلها ونستخدمها ازاي. فاحنا دلوقتي في الفورت شاتس كلمات بنحفظها، في افعال هنحفظها، وبعد كده ان شاء الله هنخش على الجزء بتاع القواعد. اول حاجه بجروسن، اول فعل معانا بجروسن، بجروسن اللي هو يحيي. احنا قلنا من شويه شفناها دي بجروسون اللي هي التحيه، دي بجروسونجن التحيات الجمع بتاعها. فالفيرب هنا بجروسن، بجروسن اللي هي يحيي، يحيي. كومن ياتي، كومن ياتي. شبيلن يلعب، شبيلن يلعب. فوسبال شبيلن، فوسبال شبيلن يلعب كره قدم. شبيلن. ليرنن، ليرنن يتعلم او يدرس، يتعلم او يدرس. ليرنن، ليرنن دويتش ليرنن بتعلم الالماني، دويتش ليرنن. بوخشتابيرن، بوخشتابيرن، بوخشتابيرن. لو تلاحظوا الكلمه دي او الفيرب ده شبه كلمه اخذناها بوخشتاب، بوخشتاب اللي هو الحرف، فبوخشتابيرن اللي هو يتهجى. بوخشتابيرن لما واحد مثلا انت بتسال حد عن اسمه وقال لك اسمه مثلا ومش مش عارف الاسم ده يتكتب ازاي، فبتقول له بوخشتابيرن اللي هو يتهجى، فهو يتهجى الاسم بتاعه حرف حرف. بوخشتابيرن اللي هو يتهجى. هايسن، هايسن اللي هو يدعى. ايش هايس؟ انا ادعى عبد الموجود. ايش هايس؟ عبد الموجود. هايسن يدعى. فونن، فونن يسكن، فونن يسكن، فونن يسكن. ايش فون ان؟ انا بسكن فيه. ايش فون ان؟ انا بسكن ايش فون ان المنيا، انا بقى ساكن في المنيا. ليبن، ليبن يعيش، برضو نستخدم فاب ليبن اللي هو يعيش زي فونن برضو. ايش ليبه ان المنيا، انا عايش في المنيا برضو. ايش ليبه ان المنيا، يبقى ليبن يعيش، فونن يسكن. سبريشن، سبريشن اللي هو يتحدث. سبريشن زي انا بتكلم دلوقتي، ايش سبريشن مت اوي، انا بتحدث معاكم. سبريشن، سبريشن يتحدث. فراغن، فراغن يسأل، فراغن يسأل، فراغن يسأل. ليجن، ليجن، ليجن يوجد، ليجن يوجد، ليجن يوجد. مثلا عايز اقول المدينه الفلانيه تقع في الجنوب او كده، يبقى ليجن هنستخدم فيرب ليجن، ليجن يوجد.
وبكده نكون خلصنا الافعال، نراجع عليهم سريعا. بيجريسن يحيي، كومن ياتي، شبيلن يلعب، ليرنن يتعلم، بخشتبيرن يتهجى، هايسن يدعى، فونن يسكن، ليبن يعيش، شبريشن يتحدث، فراغن يسأل، ليجن يوجد. نكمل بعد كده جزء برضه من الفوتشاتس المهمة، وهي كلمات متنوعة، فرشيدنس، كلمات متنوعة زي جوت، جوت اللي هي جيد، جوت جيد. زي ما قلنا مثلا واحد بيسألك بيقول لك أخبارك إيه، فتقول له ميا جيتس جوت، جوت جيد، جوت جيد. دوت، دوت اللي هي هناك، دوت هناك. أونت اللي هي حرف الواو، أونت. أحمد وعلي، أحمد أونت علي، أحمد وعلي حرف الواو، أونت. فرويت ميش، فرويت ميش اللي احنا أخدناها في التحيات، فرويت ميش اللي هي تشرفنا، فرويت ميش. أوخ، أوخ اللي هي أيضا، أوخ اللي هي أيضا، أوخ أيضا. بتسأل واحد عن حاله تقول له في جيتس دي، قال لك جود دانكه اون ديا، فراح ردد لك السؤال وقال لك وانت، فتقول له أوخ جوت، وأيضا أنا كويس، أوخ جوت. أوخ أيضا. يا، يا اللي هي نعم، يا اللي هي نعم. هي، هي اللي هي هنا، هي شبه الإنجليش برضو، هي اللي هي هنا. آبا، آبا مش آبا، لا آبا اللي هي لكن، آبا اللي هي لكن. ein bisschen، ein bisschen شوية، ein bisschen القليل من، ein bisschen. زي ich spreche Arabisch und ein bisschen Deutsch، أنا بتكلم عربي وشوية ألماني، ein bisschen. aus حرف جر اللي هو من، aus ich komme aus أنا بأتي من، ich komme aus المنيا أنا أصلا من المنيا، ich komme aus المنيا، يبقى حرف جر aus من. nein اللي هي لا، nein عكس يا، nein يا، يا nein. اوكي. دا، دا هنا، دا هنا، كلمة دا اللي هي هنا. طيب الكلمات دي كلها هنستخدمها ازاي هي او كده؟ انت بس نحفظ، هي دي من ضمن الفوتشاتس، الكلمات اللي المفروض نكون عارفينها وحافظين شكلها، نطقها صح، بتتكتب ازاي صح، علشان بقى هنيجي نستخدمها. الاستخدام ده بقى جاي قدام، ده اللي احنا ان شاء الله هنتعرفه في الفيديوهات اللي جايه. الماني برواقه، مفيش ابسط ولا اروق من كده. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.